طبعا يا شباب، ده تليجرام بشكل الايفون وبخطوط الايفون. انت اول ما بتفتح الابليكيشن بيظهر لك الواجهه اللي قدامك دي، تضغط على بدء المراسله وبتديله الصلاحيات اللي هو عايزها، وهي بتحدد الدوله بتاعتك. عندك دول كتير، اختار الدوله. او لو انت مش عارف فاكتب برمز دولتك. انا من مصر فهكتب برمز دولة 20، وهبدأ اكتب رقمي دلوقتي، وبعد كده هبدأ اضغط على السهم اللي هو الازرق اللي تحت. طبعا بعد ما بتخلص بقى كتبت الرقم وكده، بتمسح الصفر اللي في الاول ده وبتسيب الرقم من بداية 11 او 10 او ايا يكن. تضغط على صح، وبعد كده بتأكد نعم وبتقول له استمرار، وبتقول له سامح طبعا. وبعد كده هيوصلك كود على رقم التليجرام اللي انت فاتح فيه، او لو مش فاتح فيه هتقول له ارسل الرمز برسالة بريد نصية. انا هنا الكود وصل لي، هبدأ اكتب الكود زي ما هو جاي لي دلوقتي، وهو تلقائي هيبدأ يوجهني لصفحة التسجيل بتاع التليجرام. هنا طبعا هبدأ اكتب الباسورد بتاعي اللي انا عامله للاكونت بتاع التحكم بخطوتين وكده. طبعا وبعد ما كتبنا الباسورد هنضغط على متابعة. هيجيب لك كل القنوات الخاصة بالمطور بتاع الابليكيشن. هتدوس على كانسل طبعا، وهتلاقي منظر النسخة بتاعة التليجرام بالشكل اللي انت شايفه ده. ده شكل الشتات في الوضع الفاتح بالمنظر اللي قدامك ده، وتقدر تفصل القنوات عن البي سي، عن عفوا المسجات الشخصية، وعن كل الدردشات. ولو جيت هنا فتحت اي شات من دول، دي القناة بتاعتي طبعا، لو جيت فتحت فيها الشتات هتلاقي منظر الشات من جوه في الوضع الفاتح زي ما انت شايف كده. وهنقدر طبعا نغير الخلفية ونغير كل الحاجات من جوه. وده شكل البروفايل بتاع اي اكونت او اي قناة عندك، بيكون ظاهر بالشكل اللي قدامك. وكمان لو انت جيت لقيت ان هو بيطلب منك اي زونات او كلام من ده، اضغط على الاعدادات زي ما هيجي لك كده. دوس على الاعدادات اللي قدامك ديت، هتلاقيه فتح لك الزونات ديت. طالب منك ان انت تديله كل الصلاحيات ان هو يظهر في شاشة القفل. اضغط على سماح، ولو في اي صلاحيات تانية قدامك اضغط على السماح دائما. والسماح ده بيخلي النسخة تشتغل معاك بشكل اسرع، وما بيخليهاش تهنج منك وانت شغال عليها. طيب دلوقتي لو جينا نشوف الدارك مود بتاع النسخة ديت، هتشوف ده شكل الدارك مود الموجود. ولو جينا فتحنا اي شات هتلاقي ده منظر الشات من جوه وانت بتفتحه، وضع الدارك طبعا. وده شكل اي جهاز اتصال او اي كونكت او اي قناه بيكون ظاهر لك بالشكل. وبعد ما نخلص كل ده نطلع بره ونجيب الثلاث شرط اللي هم فوق على الشمال، او نضغط على كلمه الاعدادات اللي هي تحت دي. ده طبعا كل الحاجات اللي تقدر تعدلها في قلب النسخه. بس احنا هنفتح الاعدادات دلوقتي ونشوف ايه الحاجات اللي احنا نقدر نغيرها. هنجيب الاعدادات بتاع الام جي جرام، وبعد كده نشوف ايه اللي جواها ونقدر نعدل ايه فيها، ونقدر نضيف ايه فيها. زي ما انت شايف كده، ده شكل الاعدادات موجوده في الوضع بتاع الدارك مود. تقدر تقلب فيها وتشوف الستايل سلس جدا وسريع جدا في الاستخدام. لو جيت تختار اي حاجه من الحاجات دي مثلا ونعدل فيها، احنا هنعدل فيهم كلهم. هنجيب المحادثات، ده طبعا شكل المحادثه. هتطلع لفوق شويه هتلاقي عندك حاجه اسمها نمط الاي او اس، تقدر تفعله. والنمط العادي بتاع الماتيريال اللي هو بتاع التليجرام العادي. وتقدر تبعت تخفي نص التلميح وتحط قلب. لو ضغطت مرتين على اي مسج هيحط لك ايموجي. ولو انت جاي لا بره، لو جينا مثلا ندخل تاني كده ونشوف، احنا نقدر نخلي شكل الفقاعات نخليها بنظام الاي او اس اي بنظام الايفون، فهتبقى شغاله معاك عادي بشكل الايفون. طيب نجيب بقى الاعدادات العامه. عندك فوق هنا كده ايقونات كتير جدا تقدر تعدل فيها، واشكال كتير جدا تختار اللي انت عايزه. شكل التليجرام العادي، والاشكال التانية ديت للمستخدمين بتوع النسخة، بس النسخة المدفوعة من الابليكيشن ده. هنا طبعا تقدر تظهر صورتك الشخصية، او تحط عليها بلور، او تقدر تعمل لها تحكيم، تحط عليها فلتر ماتم، او تخفي رقم تليفونك وتحط اليوزر بتاعك بس، او تفضل سايب الرقم عادي، او تسيب اليوزر عادي. ودلوقتي لو جينا نشوف بقى الخطوط، تلاقي عندك كمية خطوط زي ما انت شايف كده. تقدر تخلي الخط زي ما انت عايزه. انا هنخليه مثلا الخط اللي هو البولد العريض ده. بعد كده تأكد ان الخط اتفعل، وبعد كده تطلع بره خالص وتشوف بقية الاعدادات، هتقدر تعدل في ايه تاني وتقدر تضيف ايه تاني. هتيجي بقى تفتح الاعدادات تاني كده وتشوف الخطوة اللي بعد كده. هتطلع وتجيب الاعدادات العامة بتاع الام جي جرام. هتجيب العام طبعا وهتطلع لفوق شوية كده، وهتلاقي اعدادات كتيرة طبعا تقدر تعدل فيها. هنا تقدر تضيف الخط اللي عندك في الجهاز، تقدر تفعله. لو انت منزل خطوط وكده تقدر تشغل الخط عادي في قلب النسخة دي. ولو جبت طلعت بره كده وجبت الشاشة الرئيسية، هتلاقي في عنوان الصفحة الرئيسية تقدر تحط اسمك او تشيله، او تخلي اسم الام جي جرام ده تقدر تسيبه زي ما هو او تلغيه عادي. وهنا شريط الاي او اس اللي هو بيبقى في الشريط اللي تحت ده، تقدر تفعله وتقدر تخليه بشكل الايفون وبالشكل الكلاسيك بتاعه. هتلاقي عندك بعد كده اخفاء الزر العائم، تقدر تفعلها او تلغيها برضو من الزرار اللي عندك ده. طيب نيجي نطلع لبره كده ونشوف المزيد من الاعدادات.
عندك خط ايموجي، لو انت عندك ايموجيهات في قلب الجهاز تقدر تضيف الخطوط ديت وتستخدم الرموز التعبيرية الافتراضية، تقدر تضيف الحاجات دي طبعا. وعندك هنا التحديثات، لو في اي تحديث تقدر تتابع التحديثات من هنا وتنزل اي تحديث ينزل لك على طول. طيب عندك هنا بقى الاشعارات، عندك الاشعارات تقدر تجيب لك اهتزاز لما يكون مثلا اي مسج جاي لك التطبيق يعمل اهتزاز او يعمل صوت نغمة كده معينة، او يجي لك مثلا اشعار ان جهة الاتصال الفلانية انضمت للتليجرام وكده. لو جينا نشوف الخصوصية والأمان، تقدر هنا تخفي الظهور، وتقدر تخفي رقمك، وتخفي كلمة متصل الآن، وتخفي إن أنت مثلا تيجي تسجل يجي لحد ما يظهرلوش. وباقي الإعدادات طبعا كلنا عارفينها. هنطلع لبره كده ونشوف الإشعارات نشوف قصدي البيانات والتخزين. عندك هنا البيانات، لو انت حابب ان انت ما يبقاش اي صورة تنزل لك كده على الفاضي تقدر تحددها. لو انت مثلا متصل بشبكة تقدر تنزل اي حاجة زي ما انت عايز بكيفك انت. طيب هنا بقى اعدادات المحادثة، في الاعدادات دي تقدر تغير في الستايل بتاع المسجات وفي شكل الشات من جوه وفي الخلفية وفي شكل الايقونة. وبس كده يا صاحبي اكون خلصت الفيديو بتاع النهاردة وكده، قلت كل حاجة يعتبر وشرحت كل حاجة في قلب نسخة التليجرام الايفون ديت. النسخة ديت طبعا ده اخر تحديث منها، مش هتطلب منك اي تحديثات تانية. ودي زي ما انا قلت لك دي القنوات بتاعتي الخاصة، كل القنوات ديت هتلاقيها عندي في الوصف بتاع الفيديو وفي الكومنت المسبق. كمان رابط التحميل بتاع النسخة ديت هتلاقيها موجودة برضو في وصف الفيديو وفي الكومنت المسبق، تقدر تتفرج عليهم. طريقة التحميل هبقى سايبها لك برضو في الوصف بتاع الفيديو وفي الكومنت، تقدر تتفرج عليها وهتعرف طريقة التحميل ازاي وتحملها. وكده كده رقمي بيكون موجود برضو في الوصف، فتقدر تكلمني لو في اي مشاكل ولا حاجة هحلها لك. وبس كده، سلام.